هقول لك ليه ما ينفعش تبدأ ب 50 دولار. رقم واحد، ان ال 50 دولار يعتبر مبلغ زهيد في التداول في اسواق المال. على افتراض ان انت مثلا دخلت على سلعة زي الذهب، وارد جدا من اول صفقة ليك في الحساب الفعلي تنسى تحط ستوب لوس او ما تبقاش عارف اهمية الستوب لوس، فتيجي في يوم زي امبارح وزي اول اللي هم 15 مايو و16 مايو على سلعة مثلا او على معدن زي الذهب، فعلا السعر اتحرك في حوالي 120 دولار. يعني احنا اول امبارح كان الذهب وصل لغايه 320 للأونصة، وبعدين كان واخد اتجاه هبوطي وراح رد من ال 320 الى ال 3252. ده يوم 15 مايو. فانت هنا لو فاتح صفقه للذهب سل عند 320 ونسيت تحط ستوب لوس كما هو متوقع وكما هو معتاد من المبتدئين، هتلاقي الحساب اتصفر بعد حوالي نص ساعه، لان السعر عكس من 320 ل 3252. يعني انت اول لما توصل ل 370 وانت مش حاطط ستوب لوس هتلاقي الصفقه زيرو. نفس الكلام 16 مايو حصل امبارح بالعكس. فوارد جدا ان انت كمبتدئ هتجي مع الترند وتاخد صفقه باي على الذهب ومش هتحط لها ستوب لوس، فممكن تاخده عند 3252 وتلاقي السعر عكس عليك، لان نزل من 3252 الى 352، يعني نزل حوالي 100 دولار. فعشان كده بلاش تبدا بالذهب.